ليه لازم تبدا يوتيوب شانل لو انت كنت موظف في 2026؟ وخلينا احط 100,000 خط تحت كلمه موظف، لان ده الوقت الانسب على الاطلاق انك تبدا حاجه زي كده. انتوا شايفين كلكم اللي بيحصل، التسريحات الكبيره جدا بتاعه الموظفين في الشركات الكبيره. ممكن الشركات الكبيره دي تبدو انها بعيده شويه عننا، بس الشركات الصغيره بتحذو حذو الشركات الكبيره. واللي احنا مش عارفينه ان احيانا في ستارت ابس اصلا بتصدق الكلام اللي بيتعمل عن طريق الشركات الكبيره وبتحاول انها توفر نفقات. فعلى سبيل المثال انا سوفت وير ديفلوبر، بشوف ستارت ابس كتيره بتحاول انها تقلل نفقات، تقول لك انا مش محتاج ان انا اجيب 4 5 موظفين، انا ممكن استخدم اي ان انا اعمل وظائف معينه. اللي بيستخدم اي بقى نفسه ممكن يكون وظيفته مش سوفت وير ديفلوبر، يعني هو فاهم بس كونسبت، بس بيعرف يمشي الدنيا، هيعرف يعمل ويب سايت، هيعرف يقوم الدنيا. طبعا ده مش احسن حاجه على المدى البعيد اكيد، من ناحيه السكالابيلتي، من ناحيه السكيورتي والكلام ده كله احنا متفقين عليه. ولكن الفكره نفسها ان هو مش هياخد قرار تعيين حد. رجوعا للشركات الكبيره، الشركات الكبيره بتعمل حركه التسريح دي مش بالضروره علشان هي استبدلت عمل الموظف بالاي، بس الفكره بيبقى ليها يعني اهداف استثماريه، بحيث انها تقول ان الشركه بتكبر وتقول انها بتستخدم ادوات جديده وفي تطور في الشركه، فالمستثمرين يضخوا فلوس فيها اكتر. وشفنا مؤخرا اوراكل سرحت 30,000 موظف. ال 30,000 موظف دول تلقوا رساله الساعه 6 الصبح قالوا لهم من الاخر ما تجوش على الشركه. فاذا انت كموظف ما عندكش امان، يعني اللي هو انت تخيل تكون شغال مثلا لمده 20 30 سنه في شركه حرفيا، ويتم تسريحك عن طريق ايميل. لا تقول لي بقى عشم، ولا تقول لي عيش وملح، ولا الكلام ده كله. انت لو الشركه مش محتاجاك في اي وقت، مفيش حد هيتردد لحظه في ان هو يرفدك. لان الموضوع دلوقتي بقى غير الاول. زمان كان في راحه شويه وكان في عشم، فكانت الشركات بتحافظ شويه على الموظف، وبتشوف الناس بتقعد عادي 30 و40 سنه ومفيش حد اصلا في دماغه ان هو ينقل على شركه تانية. غير ظروف المعيشه، ظروف المعيشه ما بقتش زي دلوقتي. فخلي بالك ظروف المعيشه الصعبه دي برضو على الشركات، مش عليك انت لوحدك. ليه بقول لك احسن وقت ليك كموظف حاليا انك تبدا يوتيوب شانل؟ لانك مرتاح بشكل ما، عندك وظيفه ثابته، هتبقى بتعمل كونتنت وانت مرتاح نفسيا بشكل ما، مش مضطر انك تعمل بوش انك تجيب فلوس. انت مش محتاج الفلوس جامد دلوقتي، ولكن انت ممكن تبني الاساس. الاساس ده اللي هو الكونتنت. الكونتنت ده هو اللي هيجيب لك فلوس فيما بعد. فاذا انت لو سبت وظيفتك مثلا، يعني ربنا يبعد عننا كل الشر، بس لو الشركه مثلا تخلت عني او عنك، هتيجي مثلا في وقت معين هتضطر انك تعمل فلوس، عايز تعمل فلوس، فهتعمل كونتنت، هتفكر انك تعمل كونتنت. فطبعا هتضطر انك تعجل في طلب انك تاخد فلوس من الناس مقابل خدمه. لو عملت كده في الاول انت بتتنافس مع ناس كتيره جدا بدات من زمان. الناس دي عندها كريديبيليتي، عندها مصداقيه اكبر منك بكتير. فلو انت عندك نفس المنتج، عموما المتابعين او الناس اللي بتتفرج على اليوتيوب هيروحوا للناس اللي عندهم فيهم ثقه اكبر، مش هيروحوا لك. في الوقت الحالي انت عندك نوع من المرونه انك تبدا محتوى وتتكلم في الحاجات اللي بتمر بيها في شغلك في الوقت الحالي. لو انت شخص عندك خبره سنتين ثلاثه في السوفت وير، في الماركتنج، في الميديا باينج، في اي حاجه، لو طلعت اتكلمت في الحاجات اللي بتحصل لك كل يوم، في المشاكل اللي عندك، مع الوقت هتلاقي في ناس بتبدا تسالك عن تريكات معينه في شغلك، عن نصايح ازاي اشتغلت الكلام ده كله. ليه انا بقول لك الكلام ده؟ لان الكلام ده كله انا عملته، انا ما بقولكش كلام نظري. انا عملت الكلام ده كله من 5 سنين، وعندي بيزنس استشارات قائم على الموضوع ده. انا بطلع اتكلم بقالي 5 سنين في الحاجات اللي انا عملت فيها يعني بروجرس الى حد ما كويس. زي موضوع السوفت وير ان انا شغال بقالي 11 سنه، زي موضوع الهجره لكندا، زي موضوع الفتنس حتى. انا كان عندي بزنس قائم فتنس اونلاين، وانا شغال الوظيفه بتاعتي العاديه الحمد لله. لذلك بقول لك ان الموضوع ممكن، وتقدر ان انت تلاقي وقت انك تعمل حاجه زي كده. ليه قلت لك يوتيوب شانل ما قلتلكش انستجرام او تيك توك؟ لان اليوتيوب شانل هي المنصه الافضل على الاطلاق لزياده ثقه الناس فيك. لان المنصات التانية الناس ما بتاخدش بالها منك الا لمده ثواني، ولو ما بتعمل سوايب بتنساك وبتروح لحد تاني. فمنصه اليوتيوب غالبا الشخص بيتفرج عليك فيها لمده 4 5 دقائق لحد 8 دقائق 9 دقائق. فلما الشخص ده بيستهلك ليك محتوى بشكل كبير بيبدا ان هو يثق فيك، وبالتالي فرصه انك تبيع له بتبقى اسهل. المنصه بتاعت اليوتيوب الريتش بتاعها ضعيف شويه وبياخد وقت، ولكن الثقه بتاعتها بتبقى اكبر بكتير، اكبر بمراحل. فاللي انت محتاج تعمله النهارده انك تبدا يوتيوب شانل،
ابدا باللي معاك، مش لازم يكون معاك كاميرا فظيعه، مش لازم يكون معاك ميكروفون فظيع، حرفيا ابدا باللي معاك. انا كنت بادئ بايفون 12 برو ماكس حاجه زي كده، ما كانش معايا ميكروفون، كان من الموبايل عادي. ابدا باللي معاك. وحاليا الناس اصلا بتروح للمحتوى الرو، او المحتوى اللي هو ما فيهوش تكلف، ما فيهوش ترانزيشنز، الناس شكلها عاديه. ولو انت بتتكلم كموظف، او انت بتتكلم عن انك شخص، انا شخص مدير، فالناس في دماغها هيجي ان انت اصلا شخص مش محتاج منهم حاجه. يعني انت في الاول مش هتحتاج ان انت تجمع مبلغ، فانت بتبني اساس كويس بحيث بعد كده لو جيت قلت انا طلعت خدمه، فانا قدمت كتير، انا فدت الناس دي لفتره طويله، فصدقني مفيش حد هيتردد انه يشتري خدمتك، لانه هيستفيد بيها، في نفس الوقت هيبقى وثق فيك نظرا للمحتوى اللي انت قدمته على مدار السنين اللي فاتت. ما تستناش لحد ما الدنيا تبوظ خالص عشان تبدا. في تدريب عملته في المجتمع المدفوع بتاعنا، التدريب ده طلعته ليكم بشكل مجاني، تقدر تتفرج عليه على طرق الكسب من المحتوى، الطرق المختلفه لما تيجي تعمل محتوى. طب فيما بعد هكسب منه ازاي؟ ولكن المهم حاليا حرفيا انك تبدا بنيه صافيه، نيه خالصه انك تفيد الناس. ومع الوقت هتشوف التعليقات بتاعت الناس بيقولوا لك احنا عايزين ندفع في كذا. وده اللي حصل معايا، وده اللي حصل مع كل الناس اللي اشتركت معانا في اكسبرت تو بزنس البرنامج بتاعنا، وكملوا وطبقوا اللي احنا بنقوله. التدريب المجاني هتلاقي اللينك بتاعه تحت، وكمان البرنامج بتاع اكسبرت تو بزنس لو كنت مهتم. بالتوفيق، السلام عليكم.